السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلنا في فترة الدايت بيبقى نفسنا جدا إن احنا ناكل الأكل الممنوعين منه زي المحشي. المحشي ده يا جماعة مظلوم والله معانا، لو عملناه كله خضار هيكون سعراته أقل وهنشبع منه، وفي نفس الوقت مش هيزودنا في الوزن. حطيت أنا 3 معالق من الصلصة و3 معالق من الزيت على 4 كيلو من الحشو اللي هنعمله مع بعض. وضفت بصلتين مبشورين بشر يكون كبير شوية، وضفت كمان 3 فصوص من الثوم متقطعين. وهضيف بعد كده البهارات الجميلة اللي هتديله طعم حلو جدا، بهارات المشكلة. ضفت حوالي معلقة كبيرة، وضفت كمان معلقة من الكزبرة اللي بتساعد على التخسيس ونزول الوزن. وضفت كمان الكمون اللي هو لا غنى عنه في التخسيس، وكمان ان هو بيقلل من الانتفاخات اللي موجودة في البطن والأمعاء. بضيف هنا ضفت الفلفل الاسود برضو بيساعد على الحرق، والبابريكا. وضفت بقى البقدونس والكزبره والشبت، وضفت التقوير بتاع الجزر والكوسه واللحمه المفرومه حوالي كوبايه كبيره، والملح. اللي عايز يضيف اللحمه المفرومه يضيفها، واللي مش عايز خلاص ده اختياري. وضفت طماطم مقطعه مكعبات والفلفل اللي هو الحار. وهنا انا حطيت كوبايه من الرز على 4 كيلو من المحشي اللي انا مقوره. لأول مرة انتوا حضراتكم تشوفوا ان انا مقورة الجزر. حطيت هنا اللي هو تقوير البطاطس في الحلة وعليه طماطم، وبدأت ان انا احشي عليه او احط عليه المحشي اللي انا حشيته، اللي هو عبارة عن الجزر والكوسة والفلفل اللي هو الفلفل البلدي الصغير، والبطاطس مقورينها برضو وحشينها. كلها حاجات مفيدة وجميلة. واول ما بيسخن المحشي ببدأ اضيف عليه الشوربة، والشوربة تكون قليلة الدسم، وبغطي عليه وبعلي عليه النار لحد لما يبدأ يغلي. وبعد كده ببدأ أهدي النار لحد ما يستوي ويطلع عندي بالمنظر الجميل الشهي ده. طبعا زي ما انتم شايفين أنا حاطة هنا الجزر، لأن الجزر فعلا بيقوي النظر، لأنه فيه فيتامين ايه مهم جدا للبشرة وللجلد وللنظر. كمان إن هو غني جدا بفيتامين ايه وسي وكي وبوتاسيوم كمان وكالسيوم، وبيعمل على فقدان الوزن، مهم لصحة العيون والأمعاء، بجانب إن هو بيقلل نسبة الكوليسترول، مهم جدا لصحة القلب وبيخفض ضغط الدم. كمان عندنا الكوسة غنية بفيتامين اي وسي وبي 12، ومهمة جدا ان فيها بيتا كاروتين، مهمة لصحة العيون ومهمة للقلب لان فيها بوتاسيوم، كمان مهمة للسيدات الحوامل بالاخص، وبتنظم هرمونات الغدة الدرقية للناس اللي عندهم الغدة الدرقية. كمان هي بتنظم الهضم وبتقلل من عسر الهضم، وبتقلل من مشاكل الامساك ومشاكل القولون. طبعا عندنا البطاطس مهمة جدا، فيها حديد وفيها زنك. الحديد والزنك الاتنين هما اللي بيساعدوا على تكوين مادة الكولاجين اللي مهمة جدا للعظام، مهمة جدا برضو لفقدان الوزن، بس لما تكون مشوية أو مسلوقة. كمان إن هي فيها حمض الفوليك، وحمض الفوليك ده هو اللي بيحمينا من السرطان، وكمان بتحمينا من الإمساك. طبعا الفلفل لا غنى عنه، لأنه غني بفيتامين سي مهم جدا للبشرة ومهم جدا للمناعة، لأنه بيزود مناعتنا وبيقينا من الأمراض. أشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.